كحول سواك تراث مغربي عالمية. كحول سواك أجيو السفد ومسوكين ومارية. كحول سواك تراث المغربي عالمية. كحول سواك أجيو السفد ومسوكين ومارية. كحول سواك سيادنا. ها واحد السلام عليكم، مرحبا بكم. ايوا شنو ولفتونا ولفناكم، اجيو نرجعوا حنا وياكم لثقافتنا وتراثنا المغربي الاصيل وفي كل ما كيخص الجمال ديال السيدات. اكيد انه هذا اللقاء وهذا البودكاست ما جاش الفكره غير هكاك وسبق وتكلمنا عليها، ولكن الغرض ديالنا والمراد ديالنا نرجعوا نغرفوا ونجمعوا من ثقافتنا. الله 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 الله، فاش كنقول ثقافتنا عرفتوا عندنا كما تنقولوا الفن ديال الفن، عندنا التراث ديال التراث، عندنا الذهب، عندنا الكنز. ولكن للاسف واش ولادنا تيعرفوا هذا الشيء وكيستمتعوا به؟ للاسف ماشي كلشي. الحمد لله حنا ربي كرمنا انه عشنا هذا الشيء مع جدودنا وتمتعنا به. شي مرات كنقول على راسي انا بعدا ياك ما كنت في 1950 1940 وعاود رجعت بنت عندهم في 2025. ولكن الحمد لله تنحمد الله على هاد النخوه اللي ورثوها لنا جدودنا، واللي كتبين العراقه ديال بلاد المغرب، واللي كتبين تاريخنا وتاريخ اسلافنا وجدودنا اللي خاصنا نعتزوا به ونفتخروا به ونحاربوا شويه ديك العقده ديال الاجنبي. الحلاوه عندنا هي الحاجه اللي كتجي من برا واللي كتجي غاليه، وتبارك الله الغنى والغلا راه عندنا غير في تراثنا، خاصنا نرجعوا ليه. هادشي علاش انا وماريا قلنا غير رونوها وروننا. هو الاكيد سكينه هو بصح واللي ماشي مغربي ما غيعرفش، واللي ماشي مغربي ما غاديش يحس انها تمغربيت وكندويو لحميشوك. تمغربيت هو احساس، هو واحد النخوه اللي سبحان الله العظيم كبرنا فيها. وكنقول ان هذه النخوه راه ما عندها حتى شي علاقه مع الجانب المادي عند الاسر، راه كيكونوا اسر بسيطه والنخوه سبحان الله العظيم كيفاش كيكون غير طبله العيد، غير الباس ديال العيد عند المراه ولا عند الراجل ولا عند الوليدات، غير العيد الكبير والطقوس ديالو عندنا حنا في المغرب، رمضان والطقوس ديالو عندنا حنا في المغرب. واليوم جينا باش نتكلموا في بودكاست كحول سواك على الجمال عند للياتي الاولاد وجداواتنا، كيفاش كان هذيك الثقافه ما سمحوش فيها وكيفاش حنا اليوم سمحنا فيها. اجي بعدا كاع ما قدمتك. معليش انا دابا دخلت مكسيريه. معليش شوفي قدمتيني ما قدمتيني الميساج هو يوصل لك. المهم بعدا معكم ماريا وسكينه باش تعرفوا الناس اللي غادي ينضموا لينا ماريا وسكينه في بودكاست كحول سواك. فوالا سون فاسون. اليوم الموضوع اللي شويه شائك وحساس. وي انا قلبي عليه عامر وانت اكيد ولي خلاص الحمام المغربي. بعدا انا شكرا بزاف، انا راه تنغمت بهاد اشنو كانوا كيقولوا ليه، المهم خيط القرنفل، ولكن بكري شنو كانوا كيقولوا ليه السميه حيت فاجاتني به. قولوا لي شنو كانوا كيقولوا ليه. ولكن شو سبحان الله العظيم المراه كيفاش كانت كتعطر نفسها. كنعرفوا القرنفل واحد المكون اللي زوين ريحته طيبه واللي تيرفع من الخاطر تيفاجي فوالا. وكانوا كيكمدوا به سنانهم، كانوا كيشربوه في اتاي، كانوا كيستعملوه في الوصفات، كيستعملوه بزاف د الحوايج. ولكن سبحان الله دابا هاد الريحه والله العظيم كنحس براسي طايره في السماء. مشيتي للاخر. شكرا. هذا محال واش تاخذيه. لا بصح محال واش تاخذيه من مورا الطغناج. نونسونيها هاد العقد ديال القرنفل عطاتو لي حماتي وقالت لي هذا راه هو الثقافه ديالنا، هي اصلها من الورزازات. وقالت لي هذا هو اللي كنا كنديروا باش كتبقى السيده فايحه. الحاجه راه خديتو. ايوا كاين شي حوايج عرفتي ديك اويلي مرحبا. مي كانت بصح السيده كتبقى ريحتها فايحه في الدار وريحه زوينه وكديروا هو كيطلع عليها المورال وكتطلع المورال الناس اللي حداها. فشكرا للحاجه وشكرا جداواتنا اللي خلاو لينا واحد الثقافه بصح اللي نعتزوا بها، وهذا الشيء ما غيحسوش به بزاف غير الناس اللي تغربوا وعرفوا القيمه ديال المغرب، وانا وحده منهم. دونك عرفت القيمه ديال الثقافه ديالنا ديال التمغربيت ديال غير الخبز وزويته في الصباح، شنو الثقافه ديالو. انا وياك سكينه لا بدينا في هذا الشيء ما غنساليوش. غنرجعوا للحمام. قبل ما نرجعوا للحمام غير بغيت نقول واحد المساله، سيكو هذا الشيء
راه واحد الاصاله ما يمكنش. وإلا سمحتي لي ما بغيتش نفوت هذه الفرصه، سي ان اوماج لجداتي الله يرحمها. انا لابسه اليوم اللبسه ديال جداتي ازيد من 35 عام، هذه بعمري. نهار تزاديت لبستها جداتي في السابع ما شاء الله ديالي، الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها ويوسع عليها وما روحها حاضره معنا. وي الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع موتى المسلمين. مي سا نومبيش كو هاد السفيفه بهاد الطريقه وتصوروا 35 سنه وصمدات يعني ما واللي الله يرحمها ويوسع عليها سكينه. واي واحد فقد العزيز عليه، فقد العزيز عليه، وفقد الثقافه، وفقد هذيك التمغربيه الاصيله في الدار. تنقول لهم وكنعاود ناكد ليه عنده جداته مازال في الحياه ولا جدو مازال في الحياه، هربوا عندهم شفروا اشنو بقى الثقافه ديالنا الله يرحمها ويوسع عليها. امين يا ربي. المهم هادشي باش ناكدوا لكم بان هاد اللباسي كامل اللي جميل راهم قدامين. ما عندك شي كي درنا ليه، كل واحد شنو خدينا منه. شوفي انا درت عند العائله كلها، عند خالاتي وحده خالتي رشيده وخالتي كريمه وخالتي راجلي وجداتي لا القضيه تحسب لي كماريه زعما العائله كلها شطاتهم واحد بواحد. ومشيت عند جدتي كنسول على الوصفات، وعرفتي سمعت شي وصفات عجيبه وغريبه، وشي وصفات كنت كنشوفهم وما كانش عندي لهم شنو هما، ما كنتش عارفه شنو هما، وجدتي العيشه شرحات لي. الله يخليها لك يا ربي ويطرح البركه في الصحه ديالها. امين الله يخطيك. دونك اليوم غادي نتكلموا سكينه على الحمام المغربي. دابا في العالم كاينين بزاف ديال التقاليد ديال الحمام. كاين الحمام الازياتيك ولا الصيني، وكاين الحمام التركي، وكاين الحمام المغربي. كاينين بيان سور بزاف ديال الحماحم، ولكن هاد الثلاثه هما اللي تشهروا في العالم كامل على انهم عندهم واحد الغيتوال ديال الاسترخاء والغيتوال ديال الجمال في هاد الحمام. الوغ الحمام المغربي علاش كيتختلف على الحماحم الاخرين؟ وللاسف وغادي نمونسيونيها وفي كاميرتي اللي كنديروا دابا راه ماشي حمام مغربي، راه سي لو سبا. الحمام المغربي كان عنده القواعد وكان عنده الاصول، وكانت المراه كتهيئ نفسيا، وكان الوقت كتخوي واحد النهار كامل الحمام ديالها لا بالرشوق وبالعطار وبالمسائل اللي غنتكلموا عليها اليوم. دونك لليات المغربيات الله يعطيكم الخير، حاولوا تشبتوا باصالتكم وبالحمام المغربي. قلت لك سكينه هذه قلتي الكاميرا عذرتي عندي انا الحمد لله لاباس. هي زيدي قلبك عامر ما عاودني منكم الله يرضي عليكم. من الحمام المغربي سكينه علاش كان كيختلف على الحمام الاخرين، واللي دابا واخد واحد تبارك الله واحد الاشهار كبير في دول المشرق العربي، هو ان الحمام المغربي عنده فعاليه. ولكن هذاك الشيء اللي كيديروا برا ماشي حمام، ماشي راه السميه ديال الحمام المغربي مع شويه ديال المكونات تماما هو اللي غنصحوا اليوم. وانا في لا ريشيرش اللي درت مؤخرا لقيت انه بزاف ديال كيف قلتي يا سكينه الحوايج اللي داخلين على الحمام المغربي. الحمام المغربي ما كانش فيه الماسك ديال الشكلاط، ما كانش فيه ماسك القهوه ما كانش فيه الملحه ديال الكوماج، ما كناش كنديروا الكوماج بالملحه. وكاينين بزاف ديال الثقافات اللي داخله اللي لصقات في الحمام المغربي. هو الحمام المغربي هو اللي غادي نتكلموا عليه اليوم معك سكينه، حيت انا مسمياك لا ضو الصباح ولا شنو كنت كنسميك. يلا مشات مشات تعاود ترجع. مي كنت كنسميك واحد السميه باسكو عارفه كنت عزيز قلت القلوب كنسميك لالا قلت القلوب، اللي ما غنسميك لالا قلت القلوب. صافي مرحبا. باش تعطيني الوصفات وكيفاش كانت السيده كتحضر الحمام المغربي. ولكن نجي واحد المساله نزيد نضيفها على المعلومات قبل ما نعطيو كيفاش كانت كتحضر. الحمام في التاريخ راه اصله قديم بزاف وكيرجع للحقبه الرومانيه، بحيث هما اللي جابوا ديك الفكره ديال البيت الاول والثاني والثالث والبارد والدافي والسخون. دونك هادشي ما بقاش عندنا حنا في الحمام المغربي دابا. لا هادشي حنا دابا ملي كتمشي الحمام المغربي هذاك الحمام المغربي كتجي بحال زعما لا راه بحال ما عندكش امكانيه خصك تمشي للحمام تركي انديفيدويل، وهذه اكبر جريمه ارتكبناها في حق الحمام، حق ثقافتنا. انا بعدا كيعجبني الحمام ندخل ليه، وانا ما كرهتش نشوف شي حمام بالتفضنه اللي كانت. الا عقلتي على التفضنه هي البرمه الدخلانيه اللي كنا كنسقيو منها بالقباب، وهذيك هي الحمام، هذيك هي الحلاوه ديال الحمام. ما تقولي لي حتى شي كلمه زايده على هذه التفضنه. للاسف حتى الحماحم دابا ملي عاودوا هيئوا الحماحم ديالهم التفضنه هي ديك البرمه اللي كانت كتكون في السخون، اللي كتكون عامره بالماء الطايب، هذاك البيسين الصغير. ولكن للاسف دابا ما بقاوش في الحماحم من تعاودوا. غير هو علاش انا قلت دابا حمام وصافي. علاش كنقول رجعت للحقبه الرومانيه؟ هما اللي جابوا لنا ديك الفكره ديال البارد والمتوسط والسخون. ولكن الثقافه
في الاسلام ارتبطت بالغسل بالنظافه. يعني الناس كيخصهم يعوموا قبل ليله الخميس، قبل الجمعه، زعما كيكون الانسان على طهاره وعلى نظافه. الحمام بيان سور اللي كتكون فيها على اي حال. راه كانوا القياد بكري كتقال واحد الكلمه، يمكن واحد الاغنيه بزاف الناس كيعرفوها، ولكن للاسف كاين فيها واحد الخطا. كيقولوا عنده الحمام، عنده الزين، عنده الحمام دايرو في دارو. لا، عنده الزين، عنده الحمام دايرو في دارو. اشنو المقصود بها؟ هو انه داك الزين اللي عنده باش ما يشوفوهاش الناس في الحمام دار لها حمام في وسط دارها. معنى انه كانت عندنا واحد الثقافه راسينه بزاف ومرتبطه بزاف بالنظافه وبالحمام. وهذا الشيء علاش كنلقاو بزاف ديال الناس كيديروا اليوم الحمام بلديه في ديورهم اللي عنده المساحه بطبيعه الحال. غادي نبدا اننا خصنا نثبتوا في الثقافه ديالنا. هو راه الحمام المغربي راه ما فيهش الجاكوزي. لا ما فيش داكشي. باغمي لي تروك اللي كنشوفهم دابا داخلين علينا وكنشوفوا الجاكوزي. والحمام المغربي راه ما فيهش الجاكوزي، راه كانت هتصفدنا ولا هاد البرمه اللي كانوا القباب ديال هكا الكاوتشو، ما كانش القباب كحلين. فوالا الكحلين. وكان البيت الاول، البيت الثاني والبيت الثالث، وكانت السيده اللي كتشد الرزمه في الباب، وكانت الجلسه اللي السيده ملي كتستراح تبدل الحويجات ديالها وديرهم في الرزمه ديال الحمام. وانا عاقله على الحمام كان زعما السيده كتعطيها درهم ونص ديال الرزمه والدرهم ديال السطل، ولا الا ديتيه معاك ما كتخلصي والو. دابا هذه السميه ديال الرزمه، ما دابا كنديو الصاك. بكري راه كانت فعلا كتجي الرزمه بسطيله د النحاس الصاك. المكونات اللي في الصاك دابا نقولوا حنا واخا نمشيو على 2025 ما عندناش مشكل، ولكن الا هزينا الصاك ديالنا ونهزو فيه مكونات مغربيه، ما نهزوش فيه جل دوش واخا بلاتي قبل ما نهزو شنو كنوجدوا في الحمام، خاصنا نعرفوا بان الحمام بكري كانت عنده طقوس. وهنا غنشوف كاميرتي كانت عنده طقوس. شوفوا فيا عافاكم، تبقاوش تقولوا على الحمام مغربي ما راه كتمشيو كتعوموا ما كديروش الحمام. تصحيح افكار ومعلومات بيان سور، لان كانت مهتمين بيان سور كانت طقوس خاصه اللي طمسناها. دابا السبعه قلت له كتفكري تمشي للحمام، كتجمعي حوايجك مع السبعه لاروب، كتمشي للحمام مع السبعه، كتجي مع التسعود، كتنوضي توجدي العشاء، كتنعسي بحال ما درتي والو. اذا هنا خاصنا نفهموا الحمام كان عنده نهار قبل ونهار الحمام ونهار من بعد ديال الفشوش. ياك وي. دابا نجيو في النهار اللي قبل. النهار اللي قبل الوغ النهار اللي من قبل غالبا اختاري اش من نهار نمشيو للحمام. انا غنقول لك وقتاش كانوا كيمشيو النساء كانوا كيمشيو الخميس والخميس، لان الحمام كان ما كانش حمام ديال العيالات وحمام ديال الرجال، كان وقيته ديال العيالات والوقيته ديال الرجال، وكانوا يختلفوا بالنهار. ولكن الارتباط الديني بيوم الجمعه كانوا اغلب السيدات كيبغيو يمشيو للحمام نهار الخميس. الاربعاء كيقول لك ما فيها نقا، الاربعاء خايبه، تيقول لك ما نخمل فيها، ما نصبن فيها، من المعتقدات، ما نبخر فيها، ما ندير فيها حتى شي حاجه. الاربعاء لا ما خصنيش ندير فيها هكا، خاصني نخمل ثلاث وندير داكشي اللي غنديرو ثلاث مثلا واثنين. ونهار الخميس هو النهار ديال الحمام. الوغ ملي تنقولوا نهار الخميس هو النهار ديال الحمام، حيت غالبا الراجل كان كيمشي الجمعه في الصباح، او لا كيمشي الخميس في الصباح بكري قبل ما كيبدا النهار ديال العيالات، قبل ما كتبدا الساعه ديال العيالات. ملي كتبغي توجد الحمام ديالها كتوجدو نهار ثلاث وماشي الاربعاء، حيت الاربعاء اش قلنا كنديروا حتى حاجه. الوغ نهار ثلاث شنو كتوجد؟ شوفي انا من الناس اللي غيعاودوا يتفرجوا في هذه الحلقه. عاودي انا غنعاود نتفرج فيها. نهار ثلاث كتوجد القفه ديالها ديال الحمام. شنو فيها؟ اولا الرزمه ديال السطيله ديالها ديال الحمام، عفوا ماشي القفه. وكانوا كيديو الناس اللي شويه عندهم امكانيات كيديو ديك الطاسات النحاس، كانت السطيله ديال النحاس والطاسه ديال النحاس، النحاس ولا الفضه بطبيعه الحال. وكان القب ديال الجلد كيتصاوب، السطيله ديال الجلد كتصاوب كل واحد على حسب الامكانيات ديالو. الوغ تدير الصابون البلدي، ما كانش بحال دابا الصابون البلدي بالقرنفل ما نعرف بالعكر الفاسي. كان الصابون البلدي خصها تكون موجوده الصابون البلدي على اليد في الدار، وماشي اي واحد تيديرو حيت بالدوزاج، يعني كتكون فريمون واحد البريباراسيون، ماشي دق كيف ما كنقول. خاص الصابون البلدي، خاصها توجد الكيس، وغنرجعوا ليه في حلقه. الكيس ما كانش الكيس اللي كنعرفوا دابا، بيان سور كان الكيس ديال الخيش داك اللي كان في السكر شحال هادي، وكان من الجلد ديال الماعز. كيصاوبوه من الجلد ديال الماعز. كانت الليفه غير الكيس باش كدير الصابون اللي غنرجعوا ليه. الليفه مناش كتصاوب في نظرك؟ لا
انت ادرى. هتشوفي بقيت تقولي غير انت ادرى. انت ادرى. الليفه كانت باش نعطي المتابعين ديالنا معلومه غلطه. يلا واخا لاله، الليفه كانت كتصاوب من الصوف ولا من القطن. كيس حرش كنبداو به وكيس رطب كنساليو به. كانوا لاله كيوجدوا الطين، الغسول ولا الارجيل، الوجه والشعر، كل نفقه والتسقيه ديالها. يعني كل وحده والتسقيه ديالها. مثلا نقول النفقه، حيت النفقه كانت كدار للشعر وكدار حتى للذات. كاين اللي كيسميها التبريمه، كاين اللي كيسميها النفقه، كاين اللي كيسميها الراحه، كل واحد شنو كيسميها. المهم كانت كدار، يعني كيتوجد ديال الشعر راه ديال الشعر وديال الذات راه ديال الذات. كانت الحنينه بطبيعه الحال لاله مولات كلشي، الحنه هي كلشي، ضروريه من الحنينه. الحنينه تكون مدقوقه على اليد، والحنينه كانت كتجي من الصحراء، من مناطق اللي هي بحال بويرزازات، بحال هاد المناطق اللي كانت كتكون فيهم الورقه ديال الحنه شاربه. كيقول لك الحنه خاصها تكون شاربه، غير تدقها المراه تعطيها اللون. سمحي لي يا سكينه، بغيت ناكد على انه الحنه راه هي واحد المكون جمال كاين في العالم العربي كله فعلا. ولكن السيده المغربيه علاش بالضبط السيده المغربيه، وديما كنعاود ناكد على الثقافه ديالنا شحال فيها هازه بزاف ديال المعلومات اللي خصنا نستافدوا منهم. وانا المغربيه كنظن هي الوحيده اللي خدات الحنه ودارتها مكون للجمال. الاغلبيه كلشي كان كيديرها للتلوين ولا الشعر سواء تزوين الشعر ولا باش تزين يديها ودير الحنه في اليد. باش ندير لك الخلاصه، كانت هي المانيكور والبيديكور. وكان هي التطواج ديال اليد، هي الزاز، هي الزواق، هي. ولكن السيده المغربيه استعملتها حتى في الوصفات، في تبريمات الحمام، وكذلك في الوصفات ديال الشعر. بيان سور. مورا الحنه بطبيعه الحال جوج ديال المكونات اللي ما كانوش كيخطاو الدار، وكان كدير لهم طقوس، وماشي اي واحد كيصاوبها، والعشيه بالصلاه على النبي وبالزغاريد وبالقران وبالذكر اللي هي مات الزهر ومات الورد. داكور. خصو يتقطر بطقوس، وبطبيعه الحال كتخاد التقطيره الاولى والثانيه والثالثه، وكيتفرق داكشي بالتساوي على السيدات اللي كيكونوا متخصصات، ويلا كل وحده كتوجدي ديالها. ماشي كنمشيو نبيعوه ولا يلا كل واحد كيدابز مع راسو مع داكشي اللي يحتاج، وزين ديالهم مع بعضياتهم. واللي اكيد سكينه هو كاين واحد الفرق ما بين التبريمه اللي كيديروها بالحنه وبالاعشاب، وهاد التبريمه هي اللي كدار واحد الماسك الجسم كامل، ومن بعد عاد تيجي الحكام بيان سور باش السيده ما تاغريسيش لابو ديالها. بيان سور كتوجد فوالا ما تحرجش الجسم ديالها. والنساء في الصحراء المغربيه كانوا كيديروا السقله. وي السقله ما عندهاش باز ديال الحنه، كانوا هي باز ديال الاعشاب. تبارك الله عليهم السيدات الصحراويات عندهم مواصفات رائعين. وباش نكمل لا ليست ونرجعوا، حيت عرفتي بزاف الحوايج قلتيهم زوينين. عندنا زيت اركان وزيت العود، ضروري خصها تجمع في الصاك، حنا باقيين في الصاك اللي كنجمعوا. عندنا فوطه بيضه كبيره، ديك الساعه الفوطه شحال هادي كانت كدار من واحد النوع ديال القطن اللي تكون سبيسيال ديال الحمام، اللي كديرها المراه بطبيعه الحال باش كتنشف الجسم ديالها. السطل نحاس في الضوء ولا القب، والمشطه عقلتي مشطه القرن. واحد النهار قلت لها القرن، قالت لي القرن، عقلت على القرن. مشطه القرن هي باش كانوا كيمشطوا الشعر، هي باش كانوا كيفرقوا الشعر. ودايوغ دابا رجعنا كنديروا مشطه القرن ومشطه العود. اون فيت مشطه العظم هي هذيك ولا القرن؟ هي العظم. هذيك اللي كتكون بيضاء عاجيه، هذيك هي المشطه. ولكن كاين اللي كيقولها القرن، كاين اللي كيقولها العظم على حسب المنطقه. وتحيه الناس ديال الصناعه التقليديه بيان سور، التقليديه اللي باقين محافظين لنا على هذا التراث. واي واحد هداه شي حد ولا كيعرف شي حد ولا هو في منطقه فيها العظم، قلبوا على مشطه ديال العظم، راه صحيه. صحيه وسي فغي ما كتهياش الجلده ديال الشعر، باسكو المكون ديالها طبيعي. بيان سور. غنجيو دابا غنوجدوا الرزمه ديالنا. الرزمه بكري شنو كان كيدار فيها؟ كيدار فيها القندريس، سروال القندريسي، كيدار فيها التحتيه والتشامير والفوقيه. يعني كانت المراه خصها تلبس بهذه الطريقه، اولا كتلبس التحتيه والفوقيه. المهم خصها تكون مستوره في كل شيء. لتحت ما كانش عندنا لي سوفيتمون وهاد الامور كامله. كانت المراه كتلبس
حتى الوقيته ديال من مورا الاستعمار جات الثقافه ديال بين قوسين كانوا كيقولوا ليها الشوميج، اللي هو الشوميز. هذاك الشوميج هو اللي كان بالنسبه لهم الثقافه الداخليه اللي كتلبس تحت الحوايج، اما من قبل كانت المراه خاصها تلبس التحتيه والتشامير والفوقيه، وبطبيعه الحال دير الشمر ديالها والتخميله ديالها، وتلبس النعل ديالها، ودير الرزمه على الشعر ديالها، كل وحده وطريقتها. الشهير زيف حياتي لا ابو زيف حياتي خاصك تعرفي بانه النساء بكري راه كان عندهم عيب، لانهم كانوا كيستعملوه كفوطه صحيه في الوقيته ديال الدوره ديال الدوره الشهريه، ما كانش كيدار فوق الراس. هذه من ضمن الاخطاء الكبيره للاسف اللي مشات في واحد المرحله. دابا نحيدوه ولا نخليوه؟ لا ما عندنا ما نديرو به، في ثقافتنا ما كانش. شوفي ولكن كيجمع الشعر بواحد الطريقه رهيبه. هو كان كيتستعمل لهذا الغرض هذا، مي كانت يعني مواد اخرى اللي كيستعملوها للشعر واللي كيديروها باش يغطيو الراس ديالهم. بطبيعه الحال كانت الشده الشماليه، كانت الفولارات من توب اللي كيكون زعما ملي تنقولوا الفولارات يعني واحد التوب اللي كنصاوبوه بواحد الطريقه باش كنديروا شده. كان اللي كانت كدير القبه على راسها، كل وحده على حسب المستوى ديالها والامكانيات الماديه. وهذه هي القفه. شنو تقولي لنا انت؟ على ذكر الفوطه، عندي واحد صاحبتي تطوانيه وقلت لها شنو الفرق ما بين زعما نتوما ثقافتكم والشماليات شنو كديروا؟ قالت لي شوفي انا اللي عقلت في تطوان هو ان السيده التطوانيه معروفه بالتواله ديالها وبالنظافه ديالها بحال اي مغربيه، وكانت السيده التطوانيه معروفه بهذيك الفوطه اللي كانت كتبقى فوق الكتف ديالها حتى الا هكا عرقات ولا بغات تدرك الوجه ديالها فوق ديك الترازه فوالا، وفي وقت الصهد ولا الصيف كانت كتبللها بالماء باش تبقى تعطيها الطراوه والبرد. دونك فوالا تحياتنا الناس ديال الشمال كاملين. وكنقول اون جينيرال الحمام ديالنا المغربي علاش بغينا نتكلموا عليه اليوم، حيت تو سامبلومون ودرنا الحمام للاسف. ودرنا الحمام باغمي الوصفات ولا لي ماسك اللي كانوا كيستعملوهم للياتي الاولاد هو الماسك ديال العكر الفاسي، وكانوا كيديروه سواء للجسم سواء غير القدام ديال الرجيلات. بيان سور كانوا كيديروا النيله اللي تكلمت عليها في حلقه سابقه، والنيله كانوا كيديروها للبلايص اللي كيكون اللون ديالهم مغموق على بلايص اخرين بحال الكوع بحال العنق بحال الركبه. دونك كانوا بلايص اللي كيكونوا مغموقين في الجسم كانوا كيديروا لهم دي ماسك ديال النيله. كيف قلت السيدات الصحراويات في الصحراء راه كانوا كيديروا بيان سور السقله اللي كتخلي واحد ليكلا في الجسم رهيب. اي بيان سور كاين واحد المكون مهم اللي غيعرفوه غير السيدات ديال حاحه والصويره واللي هو تزقموت. شنو هو هذا المكون؟ الوغ تزقموت هذه تزقلات ليا. وي وانا شوفي انا يمكن مولوعه ولكن مشيت غشيت شي هذا بيت ماركيتي عليا. شنو هو تزقموت؟ الوغ تزقموت هي العجينه اللي تيجمعوها من اركان ولا افياش اللي هو الحبوب ديال الاركان فاش كطحنوه، هذاك البقايا اللي كيبقاو البقايا ملي تيدلكوها وتعجنوها مزيان بالماء كتبقى واحد لاباط ولا واحد العجينه سميتها تزقموت. وكينشفوها في الشمس مزيان وكيبقاو كل حمام ياخذوا منها طريف. واش كيديروا بها؟ كيرطبوها في المدافي وتيديروها سو فورم دو ديمالور للشعر. واو رائعه. وكنت كديرها لي جداتي الله يطول لي عمرها في الطفوله وما عرفت سميتها تكبرت عاد عرفت ان سميتها تزقموت. لا هذا بيت ديال 90 دقيقه 90 تزقموت. وكانوا هذاك لو ميلونج مع المدافي كيديروه ديميلور وهو الاخر باش كتابليكيه على الجسم ديالها حكات وسالات كلشي وكتبقى فيه بواحد الرطوبه وواحد الريحه ديال الاركان فايحه. الله يثبتنا على ثقافتنا يا ربي باسكو هذا الشيء غزال والله الا غزال. كتجي تشوفي غير ايماجيني انك غترجعي لهاد لي زابليكاسيون. وانا قررت ابتداء من كحول وسواك غنرجع للغوتين ديالنا القديم. غتعرضيني الحمام؟ مرحبا بك. غتوجدي لي هادشي؟ غنوجد لك تزقموت على حسابي. وكانوا كيخليوها في الشمس باش ما تغملش. وكان المكونات بحال قلتي هذيك العصاره ديال الاركان كلها كتبقى في هذيك العجينه ديال تزقموت. بيان سور باغمي الحوايج اللي تعلمتهم في رحله مشواري ولا البحث وحنا بغينا نوجدوا كحول وسواك وهي واحد الحاجه سميتها الرشوش.
اوكي. الرشوش هو واحد البارفان معروف عند السيدات في الصحراء المغربيه، معروف واحد الحاجه سميتها الرشوش، هو البارفان اللي كانوا كيحضروا باش يبقاو هكا ريحتهم فايحه وريحتهم زوينه. فانا صراحه فرحانه، ماشي غير حيت درنا كحول وسواك، هو انجاز ليا وليك كجوج سيدات مغربيات حتى حنا كنجددوا ثقافتنا تماما، وكنبحثوا وكنعاودوا نحييو افكار اللي ودرناهم في الصغر اللي ما كناش فاهمينهم، وحتى شي حوايج ما كناش عارفين. غير هو الاشاره ماريا، ملي كنتكلموا على هاد الوصفات وكذا، راه كل منطقه في المغرب والاختصاص ديالها. زعما مثلا عطينا مثال بالصحراء، حيت بزاف ديال الوصفات كنشوفوهم في الصحراء المغربيه وبزاف ديال الافكار، ولكن راه كل منطقه على حده كانت عندها افكارها وطريقتها وطقوسها على حسب المناخ، على حسب المدن، على حسب شنو كاين في ديك البلاصه من اعشاب، من مكونات، من بزاف الحويجات. مي انا اكدت على تزقموت ولا على ارغان، باسكو ارغان تشهر في العالم كامل على انه اييه مروكن اويل ارغان ما كاين حتى شي مشكل، وكاين لي زابليكاسيون ديال الارغان. وكنعاود ناكد على ان الحمام المغربي راه كانوا فيه هاد المكونات كاملين، على حسب بيان سور كيف قلتي المنطقه، ولكن كتلقاي ديما كاين الارغان، كاين الحنه، كاين العكر الفاسي، كاين مثلا السقله، كاين التبريمه. دونك هادو كانوا مكونات، وكانت السيده شحال هادي عندها التبريمه ديالها الخاصه، ومن دار لدار ولا من حي لحي ولا من مدينه لمدينه كتختلف الوصفه. بيان سور. ودابا غنمشيو للحمام، وصلنا. واش حالين الحمام واش مشينا في الوقت ولا لا؟ ما عندكش فكره سكينه شحال كندير الحمام شحال هادي؟ كان وقيله بالقروش، حيت ديك الساعه كان القرش. مثلا ندوي على الحمام القديم راه ما كانش بالدرهم ولا كان القروش. يعني شوف القيمه ديك الساعه اللي كانت شحال ديال هذه حصله هذه، وخصنا نسولوا عليها شحال القرش، شحال من قرش كان كيدخل في الحمام. عارفكم في لي كومونتير يقول لنا شحال كندير. شوف حيت في ديك الوقيته سبحان الله الناس ما كانش كلشي عندهم بالفلوس. يمكن كنتي تخلصي الفلوس، يمكن دي ماكله، يمكن ما عرفتش، كان داكشي في شكل زعما الناس كنطلقها في الله سبحانه وتعالى وعايشه حياتها. لا كيقول لك هادشي علاش ملي كتلاقاي شي ناس كبار مثلا تيقول لك انا غادي في يد الله وسفينه الله ومآمن بها. حنا تنقولوها ولكن شي مرات كنتزعزعوا، ومن لم امن بها تيقول لك رزق اللي جا ناكلو ويحنموا لنا في اللي جاي. يعني ما عندهمش داك المنطق ديال الربح المادي، خاصني نربح فلوس، خاصني نكون في واحد المستوى معين. عايشين ورخينا والحمد لله، ما كانوا عندهم امراض في التكا، ما كانوا عندهم مشاكل، ما كان عندهم ستريس اللي حنا عايشينه اليوم للاسف، حيت تقلنا على راسنا. على اية حال نرجعوا لحمامنا. دابا وصلنا للحمام. بعد الحمام ما كنتش كتمشي ليه المراه بوحدها، كتمشي هي وجاراتها هي وحباباتها هي وهلياتي وحباباتي. فعلا كانوا هكا كيقولوا كيمشيو للحمام. والحمام كانت عنده طقوس، ما كيمشوش للحمام غير حمام، كان عنده طقوس نفسيه واجتماعيه. يعني حنا دابا ديك العشيه اللي وينا كنتسناو اننا نجمعوا كنسه ونديروا العشيه والضحك والنشاط وداك الشيء، كانوا النساء خالقينه كل اسبوع وكل ساعه في حياتهم في الحمام كيمشيو ودين معاهم نشاطهم ودين معاهم الضحك ديالهم والنكات ويشدوا في هادي ويقولوا لهادي مالكي درتي هادي ويعلقوا على هادي يعني كانت واحد الاجواء اللي كيكون فيها الضحك والنشاط والمرح وكل شيء. كيتجمعوا النساء اللي كيكونوا دايرين موعد ثابت، معروفه النساء ديال ديك الحي مثلا راه كيمشيو للحمام نهار الخميس مع الساعه الفلانيه، معروفه مع بعضياتهم. ملي كيمشيو للحمام ما كيكونش الحمام الحالي كل وحده دايرها في راسها، رغم ربما بعض الناس كيعلقوا عليه تيقول لك لا الحمام. وحنا ما تنتكلموش من الجانب الديني، حنا كنتكلموا من الجانب الثقافي، لانه ربما ما كانتش حتى هذه الافكار ولا هاد الابعاد اللي ولينا كنشوفوا بها الحياه اليوم ما كانتش عند الناس بكري. الحمام ما كانتش كدير الجلسه، وإلا شتي في الحمام ما كانتش الجلسه كلها مجنب، كنا كنجلسوا دايرين شي كيشوف في شي. وملي كنقولوا شي كيشوف شي صافي ديك كنتبادلوا مع بعضياتنا، هذه جابت هذه النفقه بهذا الشكل، هذه جابت يعني هذا المكون بهذا الشكل، هذه كتقول لا اجي نصاوب لك الغسول على شعرك خاصك تخليه كذا، هذه كتقول لا غادي نديروا. علاش حنا بكري كانت حتى مساله ديال الحكان ربما حنا في ثقافتنا كتقول كنمشي للحمام والله لقى شي وحده اللي تحك لي ظهري، ما كانش عندهم هذا المشكل هذا، كانوا كيمشيو فريق مع بعضياتهم. شي كينوب على شي، ملي كنتكلم على شي كنتكلم في العموم. اما اللي كانوا عندها امكانيات ماديه كيمشيو مع الوظيفات ديالها وكتكون طقوس خاصه. واش يكون بيان سور المرحله المهمه في الحمام واللي هي الحكان. بيان سور كاين الحكان، كاين اللي فهاد الشيء كامل اللي ذكرناه كنستعملوه. ولكن ملي كنخرجوا من الحمام كاينه واحد المرحله اخرى. مرحله اخرى كنظن سكينه واللي هي السيده كتدهن الجسم ديالها،
وكان هذيك ليدغاتاسيون الجسم كتكون بالمكون اللي معروف به الثقافه المغربيه واللي هو زيت ارغان. زيت ارغان كانت كتستعمل المراه المغربيه في الشعر ديالها وكذلك في الجسم ديالها. والسيده المغربيه شحال هذه كانت عارفه ومتاكده وثيقه ان الحمام من موراه خصني ادغاتي لابو ديالي، ما شافتها ما سمعتها ولكن كانت المعلومه الصحيحه كتناقل ما بين الجدات وما بين البنيات وما بين الخالات والعمات، حتى وصلت لنا دابا حنا ولينا كنقولوا حكاره من مورا الكوماج راه خصنا ليدغاتاسيون. هذاك الشيء علاش سكينه بغينا ناكدوا اليوم انه الحمام المغربي راه ثقافه بيان سور، وما كافيناش حلقه وما كافيناش كتاب. لا اليوم غير توطئه اليوم غير افتتحنا الشهيه، ما غير افتتحنا الشهيه، ولكن بصح الحمام المغربي غنرجعوا ليه. وانا رسالتي غادي نقدر نشوف في كاميرتي سكينه. خذي راحتك تفضلي. وبالنسبه للحمام المغربي هو ثقافه اللي حنا عشناها مع جدودنا ومازال كنعيشوها دابا، ولكن دابا ودرنا شي حوايج اللي كانوا شحال هادي. نحاولوا نرجعوا لحمامنا التقليدي المغربي الاول، جسدنا الاول الزماني الاول، هو اللي فيه الراحه، هو اللي فيه بحال درتي واحد لا ثيرابي غتخرج مفاجئ ستي همومك كاملين مع داك الماء السخون. وحاجه واحده اخرى بغيت ناكدها على الناس اللي ماشي مغاربه وباغيين يعرفوا الثقافه المغربيه والحمام المغربي الاصيل، فكندعوكم انكم تابوناو معنا وشوفوا الحلقات بيان سور اللي غادي نعطيوكم المعلومات الصحيحه على الثقافه المغربيه. ولهنا نختموا حلقتنا اليوم سكينه. قبل ما نختموها غادي نرجعوا نقول واحد الجمله كانوا كيستعملوها بزاف بكري، مازال غنرجعوا للزمان الزمني ديال الحمام المغربي. غادي نرجعوا لبزاف ديال التفاصيل لانه اليوم راه ما قلناش بزاف د الحوايج، غنرجعوا لبزاف ديال التفاصيل اللي نبغيو انا بالنسبه لي بنياتنا هذا الجيل اللي طالع يعتز بها ويطبقها. راه ما كاينش ما احسن من الجمال المغربي وما كاينش ما احسن من الطقوس المغربيه. رجعوا بنياتنا، استمتعوا بهذه الراحه النفسيه اللي كان لا بغينا نقولوا اللي كناخذوها من الغيتويال المغربي 100%. انا قلت الغيتويال باش الناس ما يقولش استعملتي الفرنسيه، ولكن هادو المصطلحات ديال بين قوسين ديال المهم داكشي اللي باش كتوصل المعلومه باش يفهمونا بنات اليوم. فوالا بنات اليوم انا واعد مني انا بنتي غادي ندير الحمام د العروسه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. مرحبا. الحمام ديال العروسه غنديروا بدقو بقوامو بصواب الحمام بقوالب السكر بالحنه بصرغينه بالخزامه بالاستقبال ديال العروس. نبكيك ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. وكيف قلتي سكينه هذه الثقافه اللي تكلمنا عليها اليوم بغينا نرسخوها في وليداتنا في بنياتنا، بغينا نعرفوهم ان الثقافه المغربيه راه ماشي غير رايه فيها نجمه حمراء ونجمه خضراء، هي واحد الثقافه اللي باديه من الغسيل ديالك، من اللبس ديالك، من الماكله ديالك، من ثقافتك، من كيفاش كتكلموا. هادشي اللي بغينا نوصلوا للناس اليوم في كحول وسواك. كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك مع سكينة وماريا غتستافد 100 في التراث المغربية. مرحبا بالعالمية. كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك